بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة أحمد فتحي للاستشارات القانونية والعقارية. النهاردة هنتكلم عن موضوع: هل نفقة الزوجية بتسقط بالتقادم ولا لأ؟ تعالوا معايا يلا نشرح الموضوع. النفقة الزوجية بتستحقها الزوجة طبقا لقانون الأحوال الشخصية عند امتناع الزوج عن الإنفاق عليها وهي على ذمته. تمام؟ طيب، كما تستحقها عن مدة العدة في حالة الطلاق، وتكون النفقة المستحقة هي مدة العدة، إضافة إلى أن الزوجة لها حق في النفقة الزوجية في حالة مرضها. طيب، هل تسقط النفقة الزوجية بالتقادم؟ جاء في قانون الأحوال الشخصية إن النفقة الزوجية تعد دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، إضافة إلى أنها لا تسقط النفقة الزوجية إلا في حالتين. ركزوا أوي في النقطة دي. ما بتسقطش إلا في حالتين. أول حاجة الأداء. إيه هو الأداء؟ إن هو يقدم الزوج النفقة الصادر بها حكما لصالح الزوجة، يعني دفع النفقة. طيب، أو الإبراء، يعني إيه؟ أي تنازل الزوجة عنها وتبرئ زوجها منها. طيب، النفقة الزوجية لا تسقط بموت الزوج. ماشي؟ أوضح قانون أن النفقة الزوجية لا تسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد النفقة من تركته، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد النفقة تركة عنها تورث. وفي سياق متصل، فطبقا لقانون الأحوال الشخصية تستطيع الزوجة أن تمنع زوجها أو طليقها من السفر في حالة عدم سداد مديونية عليه، وتتمثل هذه المديونية في متجمد نفقة الصغار، ولكن هذا المنع يكون له عدة إجراءات. إيه هي؟ حبس من متجمد النفقة. تمام؟ وبعد كده بيجي بحكم حبس المدعي عليه تقوم بالإجراءات هو استصدار أمر البناء بمنعه من السفر لعدم سداده أي دين من ديون النفقة. طيب، نصت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، كما تختص بإصدار أمر على العريضة في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون، وأن هذا الأمر لا يحتاج إلى مستندات سوى الصيغة التنفيذية للحكم بالحبس بعدم سداد المدعى عليه نفقة صغير، وإذا لم يحضر الطرف الثاني يصدر الأمر في غيابته بمنعه من السفر.